السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بصحة وعافية يا رب دايما وتكونوا بخير. النهاردة هنعمل مشروب شتوي كده حلو بيدفينا كلنا. هنعمل بليلة باللبن. بليلة باللبن دي جميلة جدا جدا ومفيدة طبعا للأطفال برضو. وطبعا ان البليلة ليها نوعين. في ناس بتعمل مثلا بليلة باللبن، وفي ناس بتعملها زي الرز بلبن، اللي هي مثلا زي خلطة الرز بلبن بالظبط. طبعا الاول بس اقول لكم ان احنا نغسلها جامد جدا. البليله لازم جامد أوي أوي أوي، زي كأنها ميه معدنيه الاخر، تحس ان الميه صافيه، ما فيهاش اي خرز ولا فيها الصخر ده والحاجات دي. وبصوا اهي، بصوا عامله ازاي، او ندعكي فيها جامد كده اهوت وتصفيها خالص الاخر. لو انت ما بتقدريش تدعكي فيها ممكن تسيبي ايه، حبه ميه نازلين، هي بت ايه، تعمل تدوير لوحدها، تخلي الميه تعيد لوحدها تاني. زي ما انتوا شايفين كده اهو، انا غسلتها خلاص، هصفيها كده اهو. بص الميه نضيفه ازاي نازله، لازم ضروري. ولو عندك بيبي تاخدي ميه البليله دي ممتازه ليه، لو عنده سنه كده اهوت بيشرب ميه البليله دي ممتازه ممتازه. بصوا بقى كده نضيفت خالص اهيت، تحسي ان هي صافيه ما فيهاش اي حاجه اهو كده خلاص. وتحطيها بقى في، هنجيب اللهم صل على النبي، او ممكن تنزلي سرسوب ميه لو انت حابه يعني. طبعا زي ما قلت لكم ان في بليله تتطبخ وفي بليله عاديه. طبعا احنا بنكون بغلي ميه نص الحله مش كلها، على حسب الكميه اللي انت عايزاها، تبقى نص الحله. يعني انت عايزه كميه مثلا كبيره، بتشوفي الحله بتاعتك قد ايه، نصها بس. وننزل البليله عادي في الميه، لازم تكون مغليه، ميه سخنه يعني. بس بتنزلي البليله كلها. بص انا عامله قد ايه كميه الميه، نص الحله بس. نزليها، بصي هي نضيفه ازاي، حاسه هتلاحظي ان الميه نضيفه ما بتغمقش اهو. بس كده اهو، نزلها. اوعوا تنسوا الاشتراك في القناه وفعلوا لي بقى الجرس عشان يوصلكوا كل جديد اهوت. بصي الميه نضيفه بقى ازاي وصافيه ازاي، اهي كده ايه، خلصناها نقلبها بس كده اهو تقليبه. بصي عارفه بقى لو انت مش غسلاها كويس هتلاقي الميه غامقه ومش حلوه خالص، تحسي ان هي كده مش نضيفه. كده انت ممكن تاخدي الميه بتاعتها وايه وتديها للبيبي، بتبقى تقيله كده وحلوه. البليله جميله قوي 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 قوي، احنا بنحبها في الشتاء انا وعيالي. وبعدين البليله المطبوخه دي زي اللي انت بتعملي رز بلبن بالظبط. في طريقه رز بلبن بالظبط زي الرز بلبن بالظبط، بلبن وتحطي حبه بليله والنشا برضو ونفس الطريقه. ايوه كده، انت لما بتيجي تغطيها بتسيبي حبه متحريه شويه عشان ما تفرش عليكي وتبهدلك البوتاجاز وكده. كده احنا وصلنا خلاص لنهايه الفيديو اهوت. اتعملت، لازم تبقى طريه جدا. حسيتي ان هي لسه مش طريه بتزودي شويه ميه عادي، ما تاثرش معاكي اهو. بصوا انا بغلي اللبن على النار اهو، عشان لازم اللبن يبقى سخن جامد جامد جدا كمان. البليله من غير اللبن سخن ما بتبقاش حلوه اهي. طبعا عشان انا غرفت اهو. بصوا كده اتعملت وهتحسي ان هي طريه خالص. حسيتي ان هي جامده زي ما قلت لك زودي شويه ميه عادي، ما بيأثرش اهو. بصي طريه خالص كده عشان تعرفي تاكليها يعني. ونصيحه، لازم اللبن يبقى سخن. بس عقبال ما تعمليها حتى اغلي اللبن، شوفي تستخدمي لبن ايه، لازم يبقى سخن جامد. احنا هنصب دلوقتي اللبن اهو، هو سخن خلاص اهوت اللبن اهو. بص الدخان بقى طالع ازاي اهو من اللبن، بص الجمال. طبعا بتحطي حبه كميه السكر انتي طبعا بتحبيها
ايوه خلاص كده اهوت. طبعا بتقلبي السكر بقى مع البليله ومع اللبن مع بعض. شوفي الطعم بقى والاكله جميله جميله. يا رب الفيديو النهارده يكون عجبكم. ارجو الاشتراك في القناه وفعلوا لي بقى الجرس عشان يوصلكم كل جديد معايا. انا دوقتها دلوقتي لقيت طعمها ايه خطير. ان شاء الله هيعجبكم انتوا كمان. قوموا اعملوها كمان هتعجبكم جدا. إيه في الشتا دي احلى من التانية.